قعدنا من فترة كده نقول الجماعة هزازين الرؤوس، واللي بيأمنوا على كلام مرتضى بس، واللي بيتطولوا على الهوا ان هيستغنى عنك في يوم. محدش كان مصدقنا. واحد زي أسامة حسن ما طلعش على قناة الزمالك من يوم ما شتم اللعيبة وقال لهم انتوا جزمة الجمهور برقبتك انت واهلك وعيلتك. تمام. وادي الضحية التانية كابتن طارق يحيى. كابتن طارق يحيى اللي كان بيعمل مداخلة لمرتضى منصور ويقعد يأمن له على كلامه ويهز في راسه ويأمن له على كلامه ويهز في راسه، ما بيعملش حاجة غير كده. بقت هي دي اخرتها يا كابتن طارق؟ رماك كده بره النادي؟ ده منعك من دخول النادي، مانع كابتن طارق يحيى من دخول نادي الزمالك. اقسم بالله عيبه، اقسم بالله عيبه. بس ما نيجي تبص لها كده تستاهل صراحه. سقف لمرتضى منصور. يعني انا كنت منطقتك عشان انت بتعرض له صراحه. الراجل 10/10. عملت له كل اللي هو عايزه، في الاخر رماك في الزباله. كفاءه مرتضى منصور. يعني الواحد ما بيزعلش على الاشكال دي قد ما بيفرح فيهم انه كان يعني بينتقدهم وانتقاده جه صح. تستاهل يا جماعة. الحلول مش في ايدينا، مش احنا اللي سيئين يا جماعة، في ناس سيئة. الحلول مش في ايدينا، وما بيستعينوش باي حد مننا. اوعى تصدقوا الكلام اللي بيتقال ده. احنا ما حدش لينا لما بنقول رأينا ما بتاخدش بيه، ولما بيعملوا اي حاجة مفيش، هم اللي بيعملوا كل حاجة في النادي. مفيش حد بيعمل اي حاجة يا جماعة داخل النادي يا جماعة. عشان بس ايه الناس بتقول فين ولاد النادي وفين ولاد مش عارف مين. محدش بيستعين بحد داخل النادي، عشان تبقوا عارفين، ولا حد له رأي. يعني القصة مختلفة تماما عما بيتقال، وقصة مختلفة تماما عن اي نادي اخر. فندم انا تاريخي موجود وابن النادي وبخاف على النادي وبعمل كل حاجة. بس انا دلوقتي يعني تاريخك في القناة لا تمت للزمالك بصلة. ماشي اوكي. كلنا هنمشي ونسيب الدنيا تغرق اكتر؟ مش لازم على الاقل نبقى موجودين نحمي الدنيا شوية الى حد ما؟ دي حاجة. الحاجة التانية اللي انا بقدر اعمله بعمله. انا مثلا برنامج اللي هو الرئيسي في القناة انا اعتذرت عنه بقالي شهرين ما بيطلعش، مش عاجبني الوضع ده. اللي اقدر اعمله واعتذرت عنه، وطلب بينا نطلع الاسبوع ده كله لان الكباتن مسافرين، البهوات مسافرين. انا ما رفضت ان انا اطلع لاني مش راضي عن حاجات كتيره جدا بتحصل. يعني ده اللي في ايدي بس مش اكتر. لكن كلنا هننط من المركب ونسيب الدنيا؟ ما ينفعش. وبعدين الناس بيقول لك فين ولاد النادي، وبعدين تقول له لا ما امشوا ما تقعدوش. طب يعني ازاي؟ يعني نعمل دي ولا نعمل دي؟ واحده واحده يا جماعه. ربنا يسهل ان شاء الله، والخير قادم ان شاء الله، والدنيا حلوه تتظبط باذن الله. ربنا يسهل ان شاء الله، وده قدرنا يعني. عايزين من نادي الزمالك يا اولاد الكلب، عايزين من نادي الزمالك يا اولاد الكلب، عايزين مني انا شخصيا. هو في ايه؟ هو في ايه؟ استغفر الله. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ انتوا مين؟ انتوا اوسخ من الخونه. حصلت المقتنع وطفلت الحشره حمار. هتندموا وهتندم 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 لو مشيت او اتكلمت. ندم. عارفين الندم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. ولا بعرف اتكلم كويس وبعرف اعور كويس. أنت بتتكلم جد؟ الشمس يا رب خده، يا رب يا رب خده. خده هو اللي زبالي واللي زبالي واللي زبالي واللي زبالي واللي زبالي. 6 زبالي خدهم يا رب.
هكذا هكذا. الله اكبر الله. يا رب الستة اللي في بالي خدهم يا رب. ونعم الوكيل فيكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.